سلام البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الكيك ديال الكراميل. بالحق ماشي انا اللي غادي نصايبو، غتصايبو لنا الاخت ديالي رجاء، وغادي تقول لكم المقادير اللي غادي تخصها. كتجي زوينه واقتصاديه ب10 دراهم باش كطلع، لانه تقريبا كاع المقادير كتكون عندنا في الدار. يلا رجاء. السلام عليكم البنات. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه بصلصه الكراميل كتجي خطيره. وبالنسبه للبنيتات اللي عندهم البنات اللي عندهم الوليدات الصغار كيبغيو الشوكولا غيحماقوا عليها. المهم بالنسبه للكيك عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، 2 كيسان ديال الدقيق، 2 عواشقات ديال الكاكاو، شويه ديال الملح، 2 بيضات فاني، 2 خمارات. هذا بالنسبه للخليط ديال الكيك. من بعد عندنا الصلصه ديال الكراميل اللي كنسقاو بها الكيك، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده. من بعد غادي نتبعوا معنا المراحل كيفاش غادي نصايبوه. ومن الطبقه الاخيره عندنا الشوكولات كتجيبوا مثلا 4 دراهم 5 دراهم. عندنا عاشقه ديال الدقيق، عاشقه ديال نيسكافي، ساشيه ديال نيسكافي، وكاس ديال الحليب. هذا غادي نديروه في الاخير. ومن بعد غادي تشوفوا معنا المراحل. البنات غادي نشدوا 2 بيضات غنحطوهم في الخلاط. من بعد غناخذوا كاس ديال الزيت، من بعد غناخذوا كاس ديال السنيده، وغنخليو الحليب من بعد حتى نخلطوا هذا الخليط كامل، وغنضيفوا عليه الحليب. من بعد البيض والسنيده والزيت غنديروا كاس ديال الحليب. المهم البنات درنا قبيصه ديال الملح خليط. من بعد البنات غنشدوا هذا الخليط اللي خدمناه في مونينيكس، خدمناه مزيان، غنحطوه هنايا. غناخذوا كاس ديال الدقيق، من بعد ما غربلناه غناخذوا 2 كيسان ديال الدقيق، غنخدموا بحال هكا مزيان. غنخدموا الدقيق مزيان، غندخلوه مع الخليط. من بعد غناخذوا 2 خمارات، نخويو 2 خمارات، وفاني. غنخدموا الخليط مزيان. بحال هكا باش تدخل الخمارات. هي في العباره 2 كيسان ونص ديال الدقيق، غير حنا حيت غنزيدوا الكاكاو الخليط غادي يجي هو هذاك، ما خاصش الكيكه تجي. من بعد غناخذوا 2 عواشقات ديال الكاكاو من بعد ما غربلناه، نخدموا مزيان هكا. طريقه سهله مزيان الخليط باش كتجي كيكه خفيفه. ما نكثروش الدقيق. البنات بالنسبه للدقيق درت 2 كيسان، ما كفاونيش، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق كل واحد وكيفاش الدقيق عنده. كاين اللي كتكون خضراء، كاين اللي ما كتكون باقا جاريه، الدقيق اللي كيتجمع بالزربه وكيكون ثقيل. النوعيه ديال الدقيق كل واحد وكيفاش كيدير. المهم انا زدت شويه ديال الدقيق، تقريبا غديروا 2 كيسان ونص، 2 كيسان ونص ديال الدقيق. المهم البنات انا زدت الدقيق خليته على هذا الخليط بحال هكا باش تجي الكيكه ديالنا خفيفه. من بعد غناخذوها، من بعد البنات غناخذوا هذا المول اللي القطر ديالو 30 سنتيم، غندهنوه بالزبده وغندهنوه بالدقيق. هانتوما شفتوا المول. من بعد غناخذوا هذا الخليط اللي خلطنا، غنخويو كيكه بحال هكا، نهزوها الفوق على هذا الشكل.
المهم حنا خوينا البنات الخليط على هاد الطريقه. غنشدوه غنحركوه بحال هكا شويه، نضربوه مع الارض وغندخلوه للفرن على درجه 180. توجد غنكمل معكم الطريقه. المهم البنات، هي الكيكه ديالنا دخلناها الفران على درجه 180 الحراره، وان شاء الله ملي طيب البنات الكيكه ديالنا ملي خرجت من الفران تقطع بالموس باش نشوفوا واش طابت ولا لا. غنخليوها على جنب سخونه. غنبداو في الصلصات الكراميل الخطيره اللي غنسقاو بها الكيكه اللي غتجي معلكه وزوينه. غناخذوا كاس ديال السنيده غنحطوه بحال هكا، غنحطوه وغنخليوه يذوب على نار مهيله، ومن بعد غنكمل معكم هادو كاسرونه كنحطوه على نار مهيله بحال هكا. من بعد كنخليو السنيده هنا حتى كتذوب، ومن بعد نزيدو عليها الحليب. المهم نتوما غتبقاو معايا وتشوفوا الكراميل كيفاش غادي يصدق. المهم البنات، هي السنيده عندنا غنخليوها تذوب باش غادي تولي كراميل. شتو غنخرقوا، ما تخافوش منها، خليوها تذوب على راحتها باش غادي ناخذ داك الكاس ديال الحليب ونخويو من الفوق منها. المهم البنات، ها نتوما السنيده ديالنا من بعد كنخليوها على نار مهيله، كنبقاو نخلطوا فيها بحال هكا، ما تخافوش منها. المهم البنات ها هي السنيده ديالنا، حركناها مزيان، كتخدمي مزيان حتى كتولي بحال هكا. البنات غادي ناخذوا كاس ديال الحليب غادي نخويو على السنيده، غادي تحجر لينا ماشي مشكل، غنبقاو معاها بشويه بشويه غتولي بحال هاد الطريقه. غنخدموها بشويه بشويه تعطينا صلصه ديال الكراميل خطيره. غنخليو السنيده حتى تذوب بشويه بشويه، غنخدموها نديرو معاها الخاطر حتى كتذوب السنيده عادي، ماشي مشكل الا حجرات لينا حيت هادشي كله غادي يذوب. نبقاو معاه بحال هكا بالخاطر حتى كيذوب. المهم البنات، ها نتوما شوفوا الطريقه كيفاش كيولي السنيده ما كتبقاش محجره، حيت هذا هو السر الخطير ديال هاد الكيكه باش كتجي معلكه. هذا هو الكراميل. ومن بعد غتشوفوني غنسقي بها، خليكم معايا. من بعد البنات، هذه هي الصلصه ديال الكراميل الخطيره. غادي نشدوها غنخويوها فوق الكيك بحال هكا على هاد الطريقه. هنا كنسقيو بها الكيك، من بعد الكيك كتجي معلكه هاك، كتخوي بحال هكا، ما تخافيش منها. كيما تخرج الكيكه من الفران كتخوي هكا. كنخليوها على جنب. في نفس الكاسرونه البنات غادي ناخذوا كاس ديال الحليب، ساشيه ديال نيسكافي، ساشيه عواشقه ديال الفورس، نديروا لها بحال هكا. الا ما عندكمش النشا ديروا الفورس، عندكم النشا ديروا النشا. غنخدموهم مزيان بهذه الطريقه. هذه الطبقه الاخيره باش كتجي كيكه فيها الشوكولا من الفوق. كنخدموها مزيان عاد باش كنديروها على النار حتى نخدموه مزيان دقيق باش ما يبقاوش يبان لينا دقيق او النشا اللي عندهم اللي متوفر. من بعد بحال هكا كيولي هذا السائل. من بعد غناخذوا دقيقات ديال الشوكولات، دقيقات بحال هكا، غادي ناخذهم على البوطه وغادي نبقاو معاهم بشويه بشويه حتى يذوبوا. المهم البنات، انا درت الشوكولا هنايا وخليتها على نار مهيله، وغنبقاو نحركوا فيها بشويه، نبقاو معاها بالخاطر حتى يذوب الشوكولات، وغادي يعطيكم واحد الخليط خاطر بهذاك الدقيق اللي درنا. هذه هي الصلصه الاخيره، وكنتمنى يا بنات تجربوا هذه الكيكه، ما غاديش تندموا عليها، انها رائعه بزاف. من بعد البنات ملي خوينا هذيك الصلصه ديال الكراميل، ها نتوما شوفوا اللمعان ديال الكيكه، الشاكي كتجي معلكه من الداخل. وخليكم معايا تشوفوا الطريقه والنهايه. المهم البنات، ها نتوما شفتوا الشوكولات ديالنا كيفاش ولا بحال هاد الطريقه. غنبقاو نخلطوا فيه حتى غيولي عاقد شويه او اللي عاقد. ومن بعد غنخويو على الكيكه بحال هكا، كنبقاو نخلطوا بشويه بشويه، كنهزوا بالعشقه وكنشوفوا واش عقاد ولا لا. ومن بعد غيعقد مع الخلاط، نبقاو نحركوا بحال هكا بشويه بشويه. هاد الصلصه كتجي حتى هي خطيره، كتجي بنينه مع الكراميل، كيتواتى بزاف البنات مع النيسكافي، كيجي واعر. كنتمنى نجربوه.
المهم البنات، ها هي الصلصه ديال الكراميل كملات. هانتوما شوفوا كي ولات خاطره. ناخذوها دابا وغنلوحوها غنمشيو نخويوها على الكيك. المهم البنات، هانتوما شوفوا الصلصه ديالنا جات خاطره. غنخويوها فوق الكيك بحال هاد الطريقه. هاد الطريقه نخويوها كامله الكيك. من بعد نصيبوا فيها بالعاشقه بحال هكا. ومن بعد ها هي الكيكه ديالنا واجده. وكنتمنى البنات تجربوها، انه رائعه 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 غتعجب الوليدات. ها هي الكيكه ديالنا وجدات، وغنديروها في الثلاجه ساعتين 3 سوايع على حسب الوقت. ملي تبرد ان شاء الله غادي نقطعها معكم وغتشوفوا الطريقه. وكنتمنى البنات تعجبكم، ومرحبا بكم. كنتمنى البنات نكون خفيفه ظريفه عليكم، وكنتمنى ما تنساوش اللايك والاشتراك، وكنتمنى تدعموا القناه. وان شاء الله غنبقاو دائما ندير لكم وصفات زوينه وبالصحه والراحه. كنأكد عليكم البنات جربوا هذه الكيكه لانها خطيره خطيره. وغنخليكم ملي غتبرد ان شاء الله غنجبدها ونقطع معكم وتشوفوا النهائيه. بنات ها هي الكيكه، هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما جبدتها من الثلاجه وبردات. دابا غنقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي رائعه رائعه بزاف وخفيفه كتستحق التجربه. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تجربوها وديروا اشتراك ولايك وشكرا بزاف. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم وشكرا.